قبل اي حاجه تنويه مهم جدا، الفيديو ده بلس 18، يعني لو جنبك طفل او حد صغير ما تتفرجش على الفيديو ده. وقف الفيديو دلوقتي واتفرج عليه وانت قاعد لوحدك. ليه الرجاله بتعشق الست الشمال؟ او السؤال بطريقه تانية، ليه الرجاله بتميل انها تتعرف في حياتها على واحده تكون مش مظبوطه قوي؟ ولو انت فاكر ان انا جاي اقول من ضمن الاسباب دي ان الراجل مثلا عينيه زايغه وما بيملاش عينيه غير التراب، او فكره ان الراجل بيحب الست اللي بتضحك عليه بكلمتين حلوين والصفه دي موجوده عند الست الشمال، فانت فاهم غلط. الحقيقه عكس كده خالص. الحقيقه ان في اسباب غريبه جدا عمر ما حد اتكلم فيها، وهي دي الاسباب الفعليه اللي بتخلي الراجل بيحب يرتبط بالبنت الشمال. في الفيديو ده انا مش جاي ابدا اقول ان كل راجل لازم يرتبط بالبنت الشمال، والبنت الشمال دي واحده كويسه جدا. مش ده ابدا الهدف بتاع الفيديو. الهدف من الفيديو ده اساسا هو موجه للستات، موجه للستات عشان تفهم ايه السبب وايه الدوافع اللي بتخلي رجاله كويسه جدا ورجاله محترمه جدا تفضل انها تتعرف على بنات مش مظبوطه قوي، او يرتبط بواحده مش مظبوطه او ست شمال، على انه يكمل مع الست المحترمه. انت كست او انت كزوجه لازم تفهمي الموضوع ده كويس قوي. لازم انت تحاولي تحوطي على الراجل وتعملي كل اللي في ايديكي وكل اللي امرك بيه ربنا عشان خاطر تحافظي على جوزك. ده الهدف بتاع الفيديو، مش الهدف اي حاجه تانية ابدا. بس قبل اي حاجه ما تبخلوش عليا باللايك، لان اللايك بيزود انتشار الفيديو وبيخلي القناه بتاعتي تكبر اكتر وقت. وفي نفس الوقت لو لقيت الفيديو مفيد ابعته لصاحبك، ما تبخلش عليه انك تساعده، وفي نفس الوقت تكسب اجر وثواب. اول سبب يدفع الراجل ان هو يحب يرتبط بواحده شمال هي فكره ان هو بيحس ان معاه انثى. وانا هشرح لك يعني ايه. الكلام اللي انا هقوله دلوقتي هو هيبان انه كلام عادي جدا ومفيهوش اي ابداع ولا فيه اي جديد. هو حرفيا كلام قديم جدا، لكن للاسف الستات بيفتقروا للمعلومات دي تماما. وهي فكره ان الراجل مننا هو ذكر، يعني هو جسده كده ربنا خلقه كذكر مش خلقه كانثى. فالراجل يحب الست اللي تكون معاه في علاقه تكون انثى حرفيا، تظهر ملامح الانوثه وصفات الانوثه اللي موجوده فيها. ربنا فرق الراجل عن الست بالجسد، فانا كراجل بحب اشوف ان الست اللي قدامي هي ست، هي بتظهر ملامح الانوثه. يعني ربنا خلق جسمها من غير ما نخش في تفاصيل كلنا عارفين بتختلف تماما عن جسم الراجل. فانا كراجل بحب لما اكون في علاقه مع ست الاقي واحده بتستغل الموضوع ده. مش بتستغل الموضوع ده استغلال سيء انها تاخد مني مصالح عشان خاطر الموضوع ده، لا ابدا. بس احب الست اللي تبقى معايا تظهر انوثتها، تظهر دلعها، تكون دلوعه، تكون مهتميه بنفسها، تكون بتعرف تستغل جسمها والصفات اللي ربنا اداها لها في جسمها بطريقه انها فعليا توريها لي بشكل كويس. للاسف الستات في الزمن ده بتفتقر المعلومه دي تماما. الست وانس انها اتجوزت اتلخمت بقى في مسؤوليات الجواز ومسؤوليات العيال بالذات لو جم، ويا سلام بقى لو كانت بتشتغل. فهي فكره انها تظهر انوثتها وتظهر دلعها وتظهر جمال جسمها وحلاوه جسمها لجوزها مش موجوده خالص. على النقيض تماما الست الشمال. الست الشمال دي هي اساسا، يعني خلينا نقول هي استاذه حرفيا في فكره اظهار الانوثه بتاعتها، استاذه في فكره انها تبين جمال جسمها وتستغل جسمها باقصى درجات الاستغلال. فالراجل حرفيا لما بيرتبط بواحده شمال بيلاقيها هي متدلعه ومهتميه بجسمها وبتظهر انوثتها وبتظهر جمال جسمها، بيحس حرفيا ان هو مع انثى، بيحس ان انا مش قاعد مع صاحبي. مش فكره ان هي اسمها مراتي وان هي اسمها في البطاقه متسجله انها انثى يبقى انا كده معايا انثى، لا، فين الانوثه بتاعتي؟ اما السبب الثاني معانا وهي فكره ان الست الشمال عندها قدره غير طبيعيه انها تخلي الراجل يفصل عن العالم. حرفيا بتخلي الراجل يفصل عن العالم. هقول لكم يعني ايه. الراجل مننا عليه ضغوطات ملهاش اول من اخر، خصوصا ان الضغوطات اللي على الراجل هي مش في ايده. يعني احنا عايشين في زمن الحاله الاقتصاديه في العالم كله سيئه جدا، وكل شويه المرتب اللي انا باخده يعتبر ما بيزيدش الزياده اللي بتتناسب مع التضخم، وفي نفس الوقت انا مطلوب مني ان اكفي التزامات البيت. فالراجل عليه ضغوطات مش في ايده هو بيتحكم فيها، وده بيخلي الراجل دايما دماغه وباله مشغولين جدا. في الاخر هو بيرجع البيت لمراته بيلاقي مراته بتتكلم معاه في ايه؟ بيلاقي مراته بتتكلم معاه في فكره الولاد النهارده عملوا مشاكل كذا، ابني عمل كذا، ابنك عمل كذا، بنتك عملت كذا، في مواضيع محتاجين منها فلوس، محتاجين ومحتاجين ومحتاجين ومحتاجين. انا دلوقتي مش جاي الوم الست على انها بتقول الكلام ده، هي لازم تعرف جوزها بكل التفاصيل دي، لكن الموضوع مش كده خالص. الفكره كلها ان الست او الزوجه ما بيكونش عندها فكره انا امتى اتكلم الكلام ده وامتى ما اتكلموش، او الست الصح او الزوجه الصح اللي بتقدر تخلي جوزها يفصل تماما عن كل الهموم والضغوطات اللي هو عايش فيها دي، وتفصله عن الجو ده وتعيشه في جو تاني حلو قوي. واللي هي كلنا عارفين دي احسن حاجه الست الشمال بتعرف تعملها. الست الشمال الراجل مننا بيروح لها لا بتشتكي له ولا بتشكي له ولا بتعمل اي حاجه، لان هي في الاخر، انا عارف انت هتقول ايه دلوقتي او انت هتقول ايه، ان هي ست شمال. بس في الاخر انا كراجل عايش في ضغوطات طول الوقت، فانا محتاج افصل شويه. مين اللي
شبيه للفصل ده شويه الست الشمال. عشان كده بتلاقي رجاله كتير جدا بتخلي في حياتها او بترتبط بست شمال، لانه بيروح للست الشمال دي ما بتعملوش اي حاجه غير بتقول له كده تعالى اقعد كده هدلعك، ايا كان طريقه الدلع دي ايه بقى، ارقص لك اعمل لك، المهم بتعرف تفصل الراجل خالص عن كل المشاكل والهموم ولو لساعه. اما السبب الثالث معانا هو فكره ان الراجل بيحس ان في حاجه تخليه يكمل تاني يوم. هشرح لكم يعني ايه. زي ما قلت لكم قبل كده حياه الراجل جدا سيئه بشكل انتوا عمركم ما تتخيلوه، ولو انتوا مش قادرين تتخيلوا قد ايه حياه الراجل سيئه فده طبيعي لانكم انتوا مش رجاله. لكن خليني اقول لكم شوفوا تجارب الستات اللي هي اتحولت لرجاله وقررت انها تعيش كراجل. في ستات ما قدرتش تكمل التجارب دي من كتر صعوبه حياه الرجل، برغم ان الستات دي كانت اجنبيه وعايشه في اوروبا، واحنا عارفين كويس ان حياه الراجل الاجنبي مش زي حياه الراجل العربي، حياه الراجل الاجنبي اريح بكتير. وحتى وصل الموضوع ان في واحده من ضمن الستات اللي هي عملت التجربه دي وصل بيها الموضوع في الاخر انها انتحرت وكتبت رساله قد ايه ان حياه الراجل سيئه، ولازم يا ستات تكونوا حنينين وتتعاملوا مع الرجاله بحنيه، لان الراجل جدا حياته سيئه. وانا اسف جدا في اللي هقوله بس ده حرفيا اللي بيخلي الراجل يحس ان هو عامل زي الجاموسه اللي مربوطه في ساقيه وعمال يلف وكل يوم يجيب التاني. فحياه الراجل بالسوء للدرجه دي هي اللي بتخليه ان هو حرفيا صعب جدا ان كل يوم يقعد يستمر كده. فالراجل محتاج في يومه حاجه تكون حلوه، حاجه تكون لطيفه تخليني اقدر انام اصحى ارجع اعيد وازيد نفس اللي انا بعمله النهارده. وللاسف تاني برضو الموضوع ده مش موجود خالص في اغلب الزوجات، يعني في نسبه تتعدى ال 95% برياحه مش موجود الزوجات اللي بتقدر تخلي تعمل حاجه لجوزها كل يوم كده، حتى لو في اخر الليل ولو نص ساعه ولو ساعه، تخليه يقدر يكمل ويصحى يكمل اللي هو بيعمله. عشان كده بتلاقي الراجل بيحب يروح للست الشمال، لان كلنا عارفين الست الشمال هي القعده معاها عباره عن ايه؟ القعده معاها عباره عن ضحك، اكله بسيطه وبنقعد بنفرفش، بتعمل حاجه ترقص له تعمل له حاجه، فهي بتعمل له حاجات واجواء كتيره جدا بيحس بتخليني اعرف اصحى تاني يوم عندي طاقه تخليني اقدر. اما السبب الرابع والاخير معانا وهي فكره ان الراجل بيلاقي التقدير اللي بيدور عليه. حد يجي يقول لي تقدير؟ هي ست الشمال دي بتقدر؟ بتقدر، وانا هشرح لك يعني ايه. التقدير عند اغلب الرجاله بينحصر في فكره بسيطه جدا، وهي فكره بعد كل التعب والمجهود اللي انا بقدمه عشان البيت ده عايز ارجع الاقيكي مبسوطه، عايز ارجع الاقيكي فرحانه، عايز ارجع الاقيكي مفرفشه. انا بس لما الاقيكي مفرفشه وفرحانه ومبسوطه انا بحس ان تعبي واللي انا بتعبه عشان البيت ده فعليا متقدر. ليه؟ لان مقابل التعب اللي انا بعمله ده انا شايف نتيجته فيكي. على العكس تماما لما بقى ارجع البيت وانا تعبان وطالع عيني عشان خاطر البيت ده، والاقي في الاخر مراتي قاعده مبوزه والست اللي قاعده معايا مكشره والبيت كله جو مكهرب، بحس ان مفيش اي تقدير للتعب اللي انا بتعبه. لكن ارجع تاني واعيد وازيد ان للاسف اكتر من 95% من الستات ان ما كانش 99% من الستات بسبب الضغط المادي وبسبب الحاله الاقتصاديه وبسبب المشاكل الكتيره اللي موجوده في المجتمع بتاعنا، بتلاقي الست في الاخر هي نفسها مكشره ومبوزه وقرفانه، والعيال زهقانين وطهقانين ومش مبسوطين والجو البيت كله مكهرب. وده بالتبعيه بيحسس الراجل بايه؟ بيحسس في الاخر الراجل ان انا عمال اتعب 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 وفي الاخر مش شايف نتيجه تعبي ده على الناس اللي حواليا. انا بمنتهى البساطه بتعب قوي وفي الاخر برضو الناس اللي حواليا حتى بس مجرد الابتسامه وجو البيت يبقى فرفوش ولطيف مش موجود. على العكس تماما بقى مع الست الشمال، الراجل لما بيرتبط بست شمال التعب اللي هو بيتعبه عليها حتى لو تعب بسيط قوي بيلاقيه طالع في ابهى صوره. بيلاقي الست مبسوطه ومتدلعه ومتزينه ومطلعه جمالها وانوثتها وجسمها ومهتميه بكل حاجه وبتدلعه وبترقص له وبتقعد معاه قعده حلوه، بيحس ان التعب اللي انا بتعبه حرفيا باخد نتاج وثمار التعب بتاعي. هم دول الاربع اسباب اللي حرفيا بيدفعوا الرجاله ان هم يرتبطوا او يخلوا في حياتهم ست شمال، سواء كان بقى بالحلال او بالحرام، بس في الاخر دي الدوافع الرئيسيه اللي بتخلي الراجل يروح للست الشمال. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، لو انت كملت الفيديو ده للاخر فاحب اشكرك جدا، وزي ما قلت في اول الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك عشان القناه تكبر اكتر، ولو لقيت حد صاحبك او واحده صاحبتك محتاجه الفيديو ده ابعت له الفيديو ده على طول عشان تاخد اجر وثواب انك ساعدت الشخص ده. لو حابب تعرف اكتر عن النقط اللي لازم تحذر منها كويس جدا لو انت جاي ترتبط بواحده مطلقه فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.